واهلا بيكم. جايبه لكم النهارده وصفه حكايه. جايبه لكم الجيلي المشكل ده زي التورته، وعاملين منه كمان كوبايات بالجيلي الابيض. عاملين ده بالكعب ازازه الميه بتقصيها او ازازه الحاجه الساقعه وتحطي فيها، بتدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد حلو قوي، وطريقه سهله وبسيطه، وطعمها بيبقى حلو جدا وشكلها شهي جدا. وتعالوا نقطعها، وعشان نقطعها تطلع معانا مظبوطه وسهله هنجيب ميه سخنه ونغمس فيها السكينه بالشكل ده ونبتدي نقطعها ونشوف الجمال. شايفين سهله بقى في التقطيع ازاي؟ واو واو واو، شايفين شكلها جميل قد ايه؟ بجد ملهاش حل. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سم، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الجيلي لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. ومعانا كيس جيلي، طبعا بيختلف من كيس لكيس الحجم بتاعه، عشان كده بعمله لكم بالمعلقه. الكيس ده فيه 6 معالق بالمعلقه المعياريه الكبيره. هنحط عليه كوبايتين ميه سخنه مغليه وندوب فيه لمده دقيقتين، وبعد كده هنضيف عليه كوبايتين ميه متلجه ونقلبه ونحطه في صينيه ونحطه في التلاجة علشان يبرد. وهنجيب اللون التاني، وده الكيس ده اصغر، 4 معالق ونص. هنحط عليه ميه، كوبايه ونص ميه سخنه بتغلي وندوبه، وبعد كده نحط عليه ميه كوبايه ونص ميه ساقعه، نقلبهم ونحطهم برضو في صينيه ونحطهم في التلاجة. وبعد كده تعالوا نعملوا الكريمه البيضه. معانا كوبايتين لبن وحط عليهم نص كوبايه سكر، وحطي عليه حبه فانيليا ونقلبه. ولو انتي مستعجله حطي نص كوبايه لبن سخن بيغلي ودوبي فيه الجيلاتين اللي هنعمله دلوقتي. ما تسخنيش اللبن كله، انا سخنت اللبن كله. ده الجيلاتين اسمه. هنحط معلقتين بالمعلقه المعياريه وهندوبهم لحد ما يدوبوا. وزي ما قلت لك ممكن تاخدي من اللبن ده نص كوبايه تغليها وتدوبي فيها الجيلاتين وتضيفيه على اللبن الساقع. وبعد كده برضو هنسيبه لما يبرد، بس مش هنحطه في التلاجة عشان ما يتجمدش، لحد ما يبقى بارد شوية كده، يكون الجيلي اللي في التلاجة عندنا برد. نطلعه ونقطعه مكعبات بالشكل ده. شايفين اللون جميل ازاي؟ ونجيب القالب اللي هو بتاع الكيك او القالب اللي هتحطي فيه وننزل فيه الجيلاتين اللي احنا بنقطعه. وادي الاحمر برضو جامد اهوت، هنقطعهم وننزلهم ونحطهم على بعض، ويكون عندنا الجيلاتين اللي احنا عملناه الابيض جاهز. ننزله عليه، ما يكونش سخن عشان ما يدوبهوش، يكون ده يعني بارد. وتعالوا نعمله شكل تاني بالفواكه. هتحط الفواكه اللي موجودة عندك وهنصب عليها اللي هو الجيلاتين الابيض اللي احنا عملناه ونحطهم في التلاجة. شايفين الشكل الجميل؟ نطلعه من التلاجة بعد ما مسك ونسلك من الحروف كده. وتعالوا نقلبه في الصينية بتاعتنا. يلا بينا، يلا بقى نطلع الصينية كده. واو واو على الجمال، شايفين جميلة قد ايه؟ حلوة قوي. وتعالوا نطلعوا اللي هو الابيض بالفواكه. يلا نفذوا الوصفة وعايزة اشوف ايه رأيكم في الجمال ده. ده الجيلي بتاعنا بعد ما طلع من التلاجة، بجد تحفة. واللي هو عملناه بالإزازة ده، بكعب الإزازة، شايفين شكله جميل عامل زي الوردة ازاي؟ بجد حلو جدا. نقول بجد وبجد بجد طعم وريح.